تعالوا اوريكم الاشياء اللي خذيت. بودرة كيك، عارفة اطبخ كيك بس يعني اسهل. بيض مسلوق، هذا الشيء مرة حلو، تقدرون تاخذون البيض بدون يعني خلاص مطبوخ، مرة سهل. حليب مكثف، جبن، بروتين بار، انا دايما اخذ بروتين بار، ترى يسمنوا اوكي بس فيهم بروتين، ولما ابى حلا والشيء يشبعني كذا اخذ بروتين بارز. في الظهر سويت كيك، كيكة ريد فيلفت في الظهر. بسم الله. طلعت ياي شكلها حلوة. وش هي؟ راح اشيل هذه القطعة من الكيك، راح اشيل صوص فراولة، الطعم راح يصير حالي اكثر. طباخ انا احب اطبخ بس حلا، ما اعرف اطبخ شيء ثاني. نحطه على جنب اوكي، وراح نسوي نحطه على جنب دور الكريمة. هذا الكريمة مرة مشهورة في دول الخليج، اسمها جبنة ويلي. butter اي butter. سويت الكريمة، شوفوا القوام كيف مرة قوية. اوكي اذا تبون الوصفة تحتاجون قشطة، جبنة كريمية، فانيليا، وش كمان، شكر وبس. زبدة، لازم زبدة. الزبدة اللي تخلي قوامه كذا، كل ما تكثر الزبدة كل ما راح تكون كريمية أكثر. أوكي بسم الله ونحط الكريمة. راح أجيب ملعقة نظيفة. أوه يا الله، راح يطلع مرة يمي. تمام، نحط كريمة. وش هالكريمة نانا، وش قاعدة تسوين؟ كويس راح أسمن نفسي كذا. ومن شوي خففت خبز ورز. جايز ما يستاهل هذا الكيك، ما يستاهل لأنه راح يسمنك. يا حظ كل ما سويت لسه للحين أفكر عن وزني إنه أسمن ولا ما أسمن، إيش آكل. يعني مرة أركز على الأكل، يعني أي أكلة أي لقمة آكلها في فمي أفكر فيه. عشان كذا أنا قدرت أسيطر وزني. يعني تخيل صار فترة طويلة الحمد لله ما وزني ما صعد، ما رجعت 70. فهذا كله بسبب إني قاعدة انتبه أي لقمة